السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي نوروني في القناة جديد. بجد وجودكم على راسي من فوق. نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعة. فيديو النهاردة هيكون روتين كده. انا الولاد عندي تعبانين شوية. بصوا، هم خدوا بعض كده بالدور. تمام، هم خدوا بعض بالدور اليوم ده. كان دور سجدة. بجد كانت تعبانة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا طول الليل اصلا بعمل لها كمادات وبعيط والله العظيم عليها. بس الاول كده اقول لكم انا بعمل ايه. هم عشان كانوا تعبانين كلهم وكانوا سخنين، فقلت بقى مش هسبك اكل بقى وكده. كنت عايزة اعمل لهم اكل مسلوق، بس انا عارفة ولادي ما بيحبوش الاكل المسلوق، فلازم كده حتى اغير لهم من طعمه. فحطيت كده في الحلة، حطيت مية. تمام، وحطيت طماطم وحطيت حبهان ورق لوري ونص عود كده قرفة. وحطيت ايه، معلقة بابريكا، معلقة صغيرة بابريكا، عشان هما بيحبوا الشوربة تكون حمرا يعني كده. وما حطيتش سمنة خالص. وجيت في حلة تانية كده حطيت حبة معلقتين زيت ومعلقة سمنة بلدي، وحطيت رز مغسول ومتصفي. كنت عايزة اعمل رز ايه، حباية وحباية. كان بقالي كتير اوي ما عملتوش وبنحبه. فقلت ايه، عشان الاكل النهاردة ما هيكونش يعني، هيكون يعني مسلوق يعني. وما يكونش يعني وحش. فقلت كده ايه، اعمل لهم رز من نوع جديد يعني كده بالنسبة لهم يعني. عشان بقالي كتير ما عملتوش. طبعا صوتي باين ان انا تعبانة. بصراحة انا الايام دي الحمد لله يعني. الفراخ كنت غسلاها كده وبصفيها. فجبتها كده ايه، حطيتها وايه، هغطيهم وهسيبهم يستوي. والرز طبعا هفضل احمر فيه. وبعد كده احط الجزء التاني بتاع الرز واحط المية. طبعا الفراخ كانت غلت والرز ايه كان خلاص استوى. حطيته على جنب. ايه رأيكم في السرعة دي؟ الرز استوى هوا. طبعا انا بحذف حاجات كتير من الفيديو، بجري وبسرع عشان طول الفيديو يعني. المهم جيت بقى هنا مش عارفه اعمل لهم ايه. فقلت ايه، خلاص اعمل لهم بطاطس مكعبات. طبعا مش هينفع بقى اسلق بطاطس ولا كده. هو المفروض ان اعمل لهم شوربه خضار ورز، بس ما عنديش حد بياكل شوربه الخضار غير ياسين وباباه، جوزي يعني. فالولاد ما بيحبوهاش وقالوا مش عايزينها. فرحت حاطه كده حته سمنه صغيره يعني، اتنين طماطم. قطعتهم كده بالسكينة، ولا ضربتهم في الخلاط ولا أي حاجة. وسبتهم كده يتسبكوا وهرستهم بالمعلقة. وبعد كده نزلت عليهم ايه، بالبطاطس المكعبات برضو. ولا عملت بصلة ولا تومة ولا أي حاجة. أنا عايزة لهم أكل خفيف. وبعد كده بقى نزلت عليهم ايه بحبة شوربة كده اهو. وسبتهم برضو ايه البطاطس تستوي يعني. والاكل بصراحة يعني كان عاجبهم بس مش قوي. طبعا الاكل مش طعمه زي كل يوم زي ما بعمل لهم الاكل. فطبعا متغير. مع هم عندهم برد وسخونة وتعبانين. آم، الاكل بالنسبة لهم متغير. بنتي على فكرة ساجدة مرضيش تاكل الفراخ دي خالص عشان مسلوقة، بس مرضيش تاكلها. انا محمرتهاش للولاد، ما حمرتهاش. المهم خلصت كده ودخلت على اوضه الاطفال هظبطها زي ما انتوا شايفين كده. وانا بحب لما اشيل الملايات اخلي المراتب تاخد نفس كده شويه. وفتحت الشباك عشان اهول ايه الاوضه. هو الجو كان نهار شويه، بس عشان شباك المنور ما بيدخلش اضاءه كويسه، فتحسوا ان الجو ضلمه. المهم عايزه بس اكلمكم كده في موضوع على بنتي شويه. هسيب بس المراتب كده تتهوى. ورحت لميت الغسيل عشان خاطر ايه، ولميت برضو المشابك عشان خاطر اهوي البطاطين. وعايزه اغير الملايات واغير جو الاوضه عشان خاطر هم ايه، دور البرد اللي عندهم. بص اقول لكم على حاجه. اوقات كتير بيبقوا الدكاتره الصيدليه مع احترامي ليهم كلهم، بس بيبقى فيهم ناس كده ما بتعرفش حاجه، بتشتغل بس كده اكل عيش وخلاص، ما بيبقوش دكاتره. طبعا مع احترامي للدكاتره، بس دول اوقات ما بيبقوش دكاتره. انا عندي بنتي بسملة عندها حساسية صدرية. وكان عندها الحمد لله يعني، الحمد لله على كل شيء. وهي صغيرة عندها رئة تعبانة. فجت ايه بقى، ما بتاخدش اي علاج للسخونة. يعني زي دواء البروفين كده ما تاخدوش. الدولفين ما بتاخدوش عشان هي صدرها بيبقى مقفول من الكحة. فلما بتيجي تاخد بروفين
او دولفين او اي حاجه فيها ماده البروفين دي، زي دواء البروفين يعني كده، الحاجات دي للسخونه، فبتقفل صدرها. تمام. فهي تعبت هي في الاول، فانا رحت للدكتور الصيدلي، فقلت له انا كنت طبعا بديها ستال وانا عارفه ستال، وغلطتي ان انا ما رضيتش اديها دواء ستال من الاول. ما اعرفش ان انا ينفع اقول اسم الادويه ولا لا، بس سامحوني، انا عايزه انصح كل بنت جديده وعندها اطفال، او كل ست بتسمعني. آه فالمهم انا قلت بقى ايه، اجيب حاجه تانية غير الستال، حاجه للسخونه. فرحت للدكتور الصيدلي، معرفش بقى هو دكتور ولا لا، فقلت له ايه، انا عايزه دواء للسخونه ما يكونش بيقفل الصدر. فراح قال لي تمام، فراح مديني دواء كاتافلاي. فقلت له هو كاتافلاي ما بيقفلش الصدر؟ قال لي لا لا، ما بيقفلش الصدر كويس. قلت له خلاص تمام. خدته واديتها منه يومين. عايزه اقول لكم ان كاتافلاي بالنسبه للسخونه حلو جدا، بس بالنسبه لواحده عندها صدرها تعبان ما ينفعش تاخده. انا بديهولها والاقيها البت بالكح. بصراحه ما اديتش اخوانا في الاول، خدته يومين بس. ايه بصوا، انا هنا الاول ايه قلت اغسل حبه الغسيل دول، وبعد كده احط الملايات اللي انا لميتها من الغساله من على السرير يعني، ايه عشان اول باول كده الغسيل. المهم ايه، طبعا بنتي دي بتاخد جلسات، الجهاز عندي في البيت فبديها الجلسات. فلما كانت ابص الاقيها زاد عليها، بس بعد ما السخونه ما تنزل بروح اديها جلسه، هي كده كده بتاخد جلسات. المهم هي بعد ما خفت، يعني بعد ما خلاص بقى كده السخونيه راحت منها، قعدت اختها كان بيجيلها تشنجات حراريه وهي صغيره لما بتسخن. هي عندها سخونيه داخليه ما بتبانش، فلما كانت بتسخن سخونيه داخليه ما تبقاش باينه، جالها قبل كده تشنجات حراريه الحمد لله. فجيت بعد كده اديتها اختها ايه ساجده برضو كاتافلاي. انا ده كله برضو ما كنتش شاكه برضو في الدواء أوي. انا قلت بسم الله عادي، هي صدرها مقفول اصلا، ما جاش في بالي بصراحه الدواء. فجيت بقى ايه اديت ساجده الكاتافلاي ده. هي تعبت ساجدة كده على الساعة 3 الفجر. تمام. تعبت على الساعة 3 الفجر كده، سخنت فقومتها، عملت لها كمادات واديتها الكاتافلاي. خدت الكاتافلاي وهي برضو بالكح، وبص من لقيتها من 3:30 ل5 الفجر السخونية ما نزلتش، صدرها عمال يتكتم، بالكح اكتر من الاول، ضربات قلبها سريعة جدا جدا جدا. ساعة ونص البنت مش قادرة تتكلم، نفسها اتكتم تماما، صدرها اتقفل. ده كله بسبب الكتافلاي اللي انا اديتهولها، بسبب برضو الدكتور ما اداهوني، وانا كنت قايله له مش عايزه حاجه تقفل الصدر. فضلت البت الساعه ونص دي انا بعمل لها كمادات، ومفيش غير ان انا بعيط، والله العظيم بعيط عليها بقول الحمد لله الحمد لله، بس ربنا ما يضرنيش فيهم. فاكتشفت الوقت ده ان اكيد الدواء هو اللي بيعمل لها كده. اي واحده عندها ولادها بيكحوا ما ياخدوش اي بص يعني يكونوا بيكحوا وعندهم سخونيه، دواء السخونيه هيقفل صدرهم. فانت تبقي بتديهم دواء السخونيه عشان خاطر السخونيه تنزل، بس بتبقي بتديهم العلاج ده بيقفل صدرهم. دولفين ممتاز، لوز دولفين ممتاز للسخونه، بس لو ولادك عندهم كحه ما ياخدوش، صدرهم في بلغم ما ياخدوهوش، مكتومين ما ياخدوهوش. كاتافلاي، بروفين، في نوع تاني اسمه ميجافين تقريبا. كل الحاجات بتاعت السخونه دي معرفش برضو صح ولا غلط اقول اسم الادويه ولا لا، بس دي نصيحه لوجه الله، عشان انا مرت عليا ظروف كتير ومواقف كتير ولادي تعبوا فيهم بسبب العلاج ده، لان هما كان عندهم كحه وبلغم فصدرهم مقفول، وانا اديتهولهم فقفل صدرهم زياده. فانا دلوقتي هعالج السخونه ولا بقفل صدرهم؟ المهم بنتي دي بقى لما تعبت ما اديتهاش بقى جلسه. ليه؟ لان كان الدكتور كان قايل لي على اختها وهي صغيره طول ما هي سخنه ما تديهاش علاج الجلسه. علاج الجلسه اللي هي بتاخده اللي هو كان بولميكارت واتروفنت. الجلستين دول ما ينفعش يكونوا سخنين وتديهم الجلسه، تستنى لما السخونيه تنزل الاول وبعد كده تديهم الجلسه اللي هو الجهاز البلايزر اللي هو بتاع الاكسجين اللي هو في البيت.
تمام، أو يعني مثلًا اللي بيبقى في المستشفيات. فخلّي بالِك أوي، تابعي دايمًا ورا دكاترة الصيدلية. صدر ولادِك مقفول، ما تجيبيش غير ستال، لبوس أو دوا، ستال، 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 ما تأخّريش عن كده. ونصيحة مني، الطفل اللي عنده سخونية وبتدّي له دوا لازم معاه كمادات. عندي ساجدة لمّا كانت تعبانة وأنا كنت باعيط عليها، قعدت ساعة ونُص السخونية مش راضية تنزل منها. وعايزة أقول لكم إن أنا دخّلتها الحمام 3 مرات، غسلت وشّها وإيديها ورجليها وبلّيت لها راسها مَيّة، ده غير الكمادات، والسخونية مش راضية تنزل. بجد خلّي بالكم من ولادكم، الفترة دي صعبة جدًا، الفترة دي صعبة جدًا، الدور صعب. الدور العيب اللي هو في الدور ده، العيب فيه إن السخونية بتاعته شديدة، السخونية بتاعته ما بتنزلش بسرعة. ده عيب الدور اللي داير دلوقتي. هو دور برد عادي بس السخونية بتاعته شديدة وما بتنزلش بسرعة. المهم، أنا بعت ياسين جاب لي السلك اللي هو 3 في 3 ده، وشغّلت لهم الريسيفر بتاعهم في أوضتهم، لإن كان بقى لي فترة ما شغّلتوش. وبصراحة ده الريسيفر القديم، نِفْسي أجيب لهم الريسيفر الصغير ده زي اللي في الreception عندي. بس بصراحة باحب الريسيفر القديم، لإن الريموت لمّا بيضيع، لإن هُم الولاد بيضيّعوا الريموت كتير، ما بيعرفوش يحوّلوا بالريسيفر الصغير. فالريسيفر ده حتى هُم بيحبوه عشان يحوّلوا إيه بيه. المهم كده إيه، نضّفت لهم كده الأوضة وهوّيت جو العَيا والبرد وكده، وهوّيت لهم الأوضة وشمّست لهم البطاطين، وبعد كده دخّلتها. ما كانش في شمس أوي يعني. وبعد كده شغّلت لهم الشاشة وطفّيت النور وهدّيت الجو ودخّلتهم الأوضة، كانوا مبسوطين جدًا. أنا لغاية دلوقتي أنا تعبت مرّتين وولادي تعبوا كذا مرّة، واخدين الدور ورا بعض، متأخّرة جدًا في غسيل السجاد، متأخّرة جدًا في غسيل الطقم بتاعهم بتاع السرير. فربنا يقويني واغسل لهم إن شاء الله السجاد والفرش. كده أكون خلّصت معاكم فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله.